السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. ازيك يا اخويا؟ الله يخليك يا رب. عامل ايه؟ الحمد لله تمام. كام الطماطم بتبيع؟ طماطم ب 12 وبطاطس ب 13. 12 ايه و13 ايه؟ هو انت سعر موحد ولا ايه؟ ب 12 والله توزيع. انت ايدك ممدوده على فكره، انا حاسس ان انت بتمد ايدك مش عارف ليه يعني. يا اخويا ايه ما مد ايدي يعني؟ ما تاخد وتدي في الكلام كده. بقول لك ايه، انا مش زي الستات اللي بيجوا لك على الفرش. اخد وادي. انا معامله خاصه. معامله خاصه ازاي يعني؟ مش فاهم بقى. معامله خاصه يا اخويا، ما انت فاهم. فاهم. كام الطماطم؟ يلا ب 12 والله مش هنزل جنيه. ب 10 يا اخويا. يلا بقول لك ايه، مش هبيع بذمتين. هي ب 12 عاجبك يا ابله؟ هتوزني ولا هتمشي؟ امشي. المعامله الجافه دي يا اخويا. خد ودي كده معايا في الكلام، وانا زي اي زبونه ولا ايه؟ بقول لك ايه، انا جوزي والله ما بيديني فلوس ومعايا ولدين بصرف عليهم. يلا يا اخويا وافق ب 10. يلا. ولا انت شكلك عايز نقف كتير على الفرش؟ لا هوزن لك ب 10. اوزن يا اخويا. حمرا اهي. ماشي. عايزه كيلو؟ كيلو توسطه كده. هتوصى حاضر. كيلو تمام؟ تمام ماشي اهي. خلاص. ابنك اللي جاي ده؟ ابني. اتفضلي يا ابني. ماشي. ماشي. تسلم يا اخويا. والله اي خدمه، احنا مالناش بركه غيرك. خدت بالك انت ايه اللي حصل؟ خدت بالك؟ في الاخر خدت منها طماطم باكتر من 2 جنيه، يعني في الاخر انا اللي ضحكت عليها مش هي اللي ضحكت عليا. بص يا ست الكل، التاجر ما هوش ابن عمك ولا هو ابن خالتك ولا هو اخوكي ولا هو ابوكي ولا هو يقرب لك اصلا. راس مال الست في الحياه حيائها، خجلها، مش قله ادبها. بالله عليك، اصل احنا بنشوف ستات ممكن تروح تقف على عربيه الخضار بكام الطماطم يا اخوي؟ ب 12. ليه ما ينفعش ب 10 وتحط ايديها على صدره وشويه تروح ماسكه دراعه؟ عشان ايه؟ 2 جنيه؟ تربيه ابوك ليكي تسوى 2 جنيه؟ كرامه الراجل اللي انت عايشه في بيته تسوى 2 جنيه؟ في ستات بادبهم وباحترامهم بتروح تقف عند البضاعه ايا كانت بكام الطماطم ب 12 لا ب 10. ينفع؟ لا ما ينفعش. يا تاخد يا تمشي، مش لازم بقى اللمس. وفي الاخر هو اللي بيبقى كسبان برضه، هو اللي بيقل منك وفي الاخر بيشيل بضاعه من غير ما تاخدي بالك. يعني في الاخر باعلك بالسعر اللي هو عايزه واكتر كمان، وانت طبعا بتمشي فرحانه انا ضحكت عليه. بالعكس هو اللي اقل منك وضحك عليك. تاني، التاجر لا هو ابن عمك ولا هو ابن خالك ولا هو اخوك. تاجر لا هو ابن عمك ولا هو ابن خالك ولا هو اخوك. لما تروح تشتري حاجه يا ست الكل بادبك وباحترامك، ويا ريت ايدك ما تبقاش ممدوده. بالله عليك، راس مال الست في الدنيا في الحياه عموما حيائها، مش قله ادبها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.